صباح الفل على الجميع. رحت اعمل انترفيو في شركه كده من حوالي 7 8 سنين. وبعدين الشخص اللي كان بيعمل لي الانترفيو ابتدى يسالني شويه اسئله من نوعيه اللي هو عملت الموضوع ده قبل كده؟ طب جربت تشتغل في كذا كذا؟ وانا عمال اقول لا لا. ابتديت احس الانترفيو كده ايه، خلاص بيهرب مني، والراجل حتى ابتدى يلم ورقه. فرحت قلت له بص هقول لك على حاجه. انا يمكن ما اعرفش الحاجات اللي انت بتقولها لي دي، ولكن انا بعرف اتعلم كويس قوي. يعني انت ممكن تجيب حد في الشغلانه غيري عمل الحاجات دي وعنده الخبره في المجال اللي انت بتتكلم فيه. انا في شهرين 3 هتعلم الحاجات ديت وهعرف اعدي فيها كويس قوي، وممكن كمان اعدي الشخص ده في الكفاءه اللي هو بيعمل بيها الشغل. اللي حصل ان انا خدت الشغلانه ديت، وكانت حاجه مفاجاه بالنسبه لي. انا كنت اصلا زي ما بتقولوا كده بضرب نار في الاخر، اللي هو يعني خلاص الانترفيو هربان، فاللي هو بعمل اي حاجه اللي هو يعني يمكن تيجي. وحصلت وفوجئت انه الشركات النهارده بتدور على الشخص مش بس اللي عنده خبرة في مجال معين او شاطر في حتته او مدير في الملعب بتاعه، لكن هم بيدوروا على حد بيعرف يتعلم. السرعة اللي بيها بيمشي الوقت دلوقتي محتاج حد عنده هذه المهارة، القدرة على التعلم. طيب، حد ممكن يقول لي انا ما عنديش طقطان على فكره التعلم، وان اقعد اقرا وان انا اقعد اتابع. ما عنديش فكره ان انا اتعلم حاجه جديده دي، ما بقتش عندي خلاص. وكمان البيس السريع بتاع حياتنا، وبقينا عايزين نخطف الحاجات ونجري. فازاي ازاي اقدر اكون بنمي فكره ان انا بتعلم وعندي قدره على التعلم بشكل عام؟ هو حاجه اسمها creating sense of curiosity. بنعلم الاطفال الصغيرين، وبعلم بنتي دايما ان يبقى عندها رغبة في التطلع على انها تعرف حاجات جديدة وتسأل، ويبقى عندها دايما شغف انها تتعلم وتشوف وتدور على حاجات جديدة كده. لما بيبقى عندك السنس اوف كيوريوزيتي، اللي هو الرغبة في الكيوريوزيتي اللي هو الاكتشاف او الفضول بشكل عام، بيبقى عندك رغبة وقدرة على انك تتعلم حاجة جديدة. ازاي تنميها في نفسك النهاردة؟ بمنتهى البساطة، شوف المجال اللي انت بتحبه. تحب الكورة؟ تابع صفحات إخبارية وشوف الفريق اللي انت بتتابعه صفقاته الجديدة ايه. وخليك دايما بتزق نفسك انك تدور على الجديد، بتنمي عندك حتة التطلع او الشغف انك تتعلم حاجة جديدة. بتحبي الطبخ، بتحبي التربية، تابعي حد بيتكلم عن النظريات الجديدة وتعلم حاجة ممكن تكون بتفيدك في اليوم بتاعك. الهدف مش انك تتعلم المعلومة او تعرف الفريق بتاعك جاب مين او ما جابش مين. الهدف في الاساس انك تنمي السنس اوف كيوريوزيتي او الرغبه في التعلم واكتشاف الجديد. ساعتها انت لما تيجي النهارده ناحيه الشغل وتيجي يبقوا عايزين يعملوا حاجه جديده، هتبقى فكره التعلم او تروح ناحيه حاجه جديده ما عندكش فيها صراع زي الاول.